الخناقه اللي هتكلم عنها النهارده اقدم من خناقه الاهلي والزمالك واشرس من اي صراع في التاريخ. احنا النهارده بنفك الاشتباك بين قطبين على سفره رمضان، الكنافه والقطايف. طبعا انتوا فاكرين الموضوع شويه سمنه وسكر ومكسرات وخلاص، لا دي حكايه بدات من اكتر من 1000 سنه. تعالوا يلا نبدا بالكنافه نجمه رمضان بلا منازع. بتقول الروايات التاريخيه ان ظهورها كان في العصر الاموي حوالي القرن الاول هجري، والحكاية الأشهر مرتبطة بالخليفة معاوية ابن أبي سفيان، واللي كان بيواجه مشكلة بأنه كان بيجوع جدا أثناء الصيام، فطلب من طبيبه أكلة تكون غنية بالطاقة والدهون تشبعه وقت السحور وتساعده يستحمل طول اليوم. فعملوا له عجينة رفيعة بالسمن والسكر، واتعرفت وقتها باسم كنافة معاوية. يعني الكنافة بدأت كحل عملي مشكلة الجوع في الصيام قبل ما يتحول لملكة حلويات رمضان. ومع مرور الزمن اتنقلت من قصور الشام لقصور مصر، وفي العصر الفاطمي في القرن العاشر الميلادي بقت جزء من مواكب رمضان والاحتفالات الرسمية في القاهرة، وكانت بتتوزع على الناس في الشوارع والأسواق. ولكن السيطرة دي ما استمرتش كتير للكنافة، لأن في نفس العصر الفاطمي كانت القطايف بتبني مجدها في شوارع القاهرة الفاطمية. والروايات برضو بتقول إن صناع الحلويات في القاهرة كانوا بيتنافسوا قدام الخلفاء إن كل واحد يقدم طبق أجمل وألذ في وليم رمضان. وفي يوم قدموا فطاير صغيرة محشية بالمكسرات والقشطة، والناس من كتر حلاوة طعمها كانت بتخطفها بسرعة من الطبق، ومن هنا جه الاسم قطايف من التقاطف، الخطف. في تفسير تاني ان ملمسها الناعم كان شبه قماش القطيفة. المهم ان القطايف كانت مختلفة، سهلة التحضير وتتعمل في البيت وممكن تتنوع حشواتها. ولو الكنافة كانت حلوى القصور فالقطايف بقت حلوى الناس. ومن هنا بدأت المنافسة الحقيقية، والموضوع ما وقفش عند المطبخ. في العصر العباسي والمملوكي كتب شعراء كبار قصائد في مدح الكنافة والقطايف. وفي مصر ظهر كتاب كامل اسمه منهل اللطايف في الكنافة والقطايف للإمام جلال الدين السيوطي، واللي جمع فيه السيوطي اللي قاله الشعراء الأدباء في مدح الكنافة والقطايف. يعني المنافسة دي كانت موضوع ثقافي وأدبي كمان، مش مجرد تحلية بعد الفطار. ومع مرور الزمن الكنافة حافظت على وجودها بشخصيتها المتطورة، لأن عندها قابلية مرعبة إنها تتشكل مع الزمن وتكون دايما ترند، مرة مع المانجا ومرة مع النوتيلا أو اللوتس وهكذا. وعلى الناحية التانية القطايف حافظت على وجودها ببساطتها ولمت العيلة حواليها وهي بتعمل في البيت. ويمكن عشان كده كل بيت في رمضان ليه اختياره، بس الفرحة في الآخر واحدة. دلوقتي بقى قولوا لي في الكومنتات، انتم فريق كنافة ولا فريق قطايف؟ ومن غير خناق، رمضان كريم.